السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الغدا بتاعنا كبده برده وسلطه كبده وسلطه طحينه وسلطه خضراء وجرجير وعيش بلدي. طبعا احسن من بتاع المحلات بكتير الكبده بتاعتنا، الجمال بتاعها وطريه وجميله. سلطه الكبده دي ما بناكلهاش الا في المحلات. شوفي بقى لما تكون انت عاملاها ببيتك بحاجه بسيطه جدا، حبه لسان عصفور وبصلايه، عملنا سلطه الكبده احسن من بتاع المحلات وبنجيبها بالشيء الفلاني. والكبده مرده. طبعا النهارده غدانا يا حبايبي كبده برده. ولو عجبكم الفيديو يا بنات ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. المقادير بتاعتنا النهارده يا حبايبي: نص كيلو كبده شرايح، ليمونتين عشان انا الليمون بتاعي صغير، يعني لو ليمونه كبيره او 2 متوسطين. التوابل بتاعته: معلقه كزبره، معلقه كمون، معلقه فلفل اسود، معلقه السبع بهارات، معلقه ملح، كله ما صغير. عندي هنا بصلايه متوسطه، عندي لسان العصفور حسب بقى ما كل واحد انت عايزه تعمله، ربع نص، انا عامله ربع كيلو لسان عصفور. كوبايه عصير قوطه، نص فنجان خل. نحط بقى المقادير بتاعتنا وهزود هريسه، انا ما صورتهاش بس هزود معلقه هريسه، معلقه هريسه صغيره اللي عايز الحاجه سبايسي. احنا بنحب الحاجه بتاعتنا سبايسي. نتبل الكبده ونحطها بقى في التلاجة شويه قبل ما نحضر سلطه الكبده بتاعت لسان العصفور. التتبيله بتاعتنا ننزل بقى الكبده فيها. طبعا انا شايله الكفر بتاع الكبده عشان ما تبقاش تشد. نسيبها بقى، سيبها ساعه، نص ساعه، 10 دقايق، حسب ما انت عايزه، بس كل ما بتقعد في التتبيله كل ما بتشرب من التتبيله. والليمون والخل حتى عقبال ما نحضر حاجتنا تكون هي شبعت من التتبيله. الزيت معايا سخن، هنزل بقى بلسان عصفور، انزل بالبصلايه بتاعتي كده اتحمرت. هنزل بمكعب ماجد انا فرطاه، حبه ملح، الكبده بتاعتي. طبعا الكبده الحته اللي بتلاقيها معاكي تخينه شويه بتلاقيها اتقطعت منك، الحاجه المتهدره يعني احنا بنستغلها في السلطه. تمام، تشويحتين. انزل بقى بكوبايه الصلصه وازودها حبه ميه على نار هاديه، اسيبها بقى على نار هاديه تستوي. حبه فلفل اسود، حابينها بقى خفيفه دي براحتكم، تقيله براحتكم. دي بتتغمس بالعيش، واللي حابب ياكلها بالمعلقه. انا هخليها نفس السمك ده مش هخففها. كده استوت معايا، هطفي عليها. معايا بقى الزيت على النار. رده، نجيب رده مش الخشنه قوي، الناعمه. عندي هنا بتاع 6 معالق رده على 4 دقيق، 2 نشا اهراميه. احط ده على ده عشان النشا يخليها ماسكه نفسها كده ناشفه، ودي ما يخليش الكفر يقع من عليها. الزيت معايا سخن، هنزل بالكبده وهوطي عشان الكبده تستوي. معلش البوتاجاز بتاعي بيعمل صوت، هو بعافيه شويه. وربنا يكرمني بقى.
طبعا كبده برده، طبعا عيش بلدي، عودين جرجير ده اساسي مع الكبده، طحينه، بالطبق كمان مش هنحط المعلقه. الله تسلم ايدك يا ماما. ايه رايك يا خوخ؟ تسلم ايدك عملها حلوه؟ جميله يا بابا. كانت محترضه على فكره والله، وانا بعمل الكبده كانت محترضه بتقول لي لا يا ماما انا مش بميل للكبده قوي، ما كانتش راضيه تاكل. يعني حلوه نتغدى كبده. جميله تسلم ايدك واحنا نتغدى كده. بألف هنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم ورحمه الله.